دلوقتي انت اخدت اول خطوه فعليه، دخلت السوق، بقيت تسمع ارقام، مناطق، عروض، مشاريع من كل ناحيه. بس السؤال اللي محدش بيجاوب عليه بوضوح، فين الفرصه وازاي القطها قبل غيري؟ في بيت الوطن الفرص مش بتتوزع بالتساوي، في ناس بتكسب وناس بتفتكر انها كسبت وتكتشف ده بعد سنين. تعال اقول لك ازاي تفرق الفرصه الحقيقيه من العاديه. الفرصه مش ارخص حاجه، الفرصه هي الاحسن في توقيت معين. يعني ممكن مشروع يكون اغلى شويه بس هو الوحيد اللي على شارع متحرك او بجانب كومباوند ضخم بيرتفع حواليه سعر المتر كل سنه. مثلا لو في منطقه بيتم فيها حاليا بناء مدارس او جامعه او ظهرت فيها محلات، دي مش معلومه بسيطه، دي فرصه استثماريه حقيقيه. ادور على اللي بيتم بناؤه دلوقتي حوالين المشروع، مش بس على المشروع. مش كل مشروع في بيت الوطن هيبقى استثمار ناجح، لكن اللي حواليه نشاط وحركه وتطور عمراني ده مؤشر حي ان المكان بيتحرك، وده بيدي قيمه مستقبليه. ابعد عن الاماكن اللي مش مفهومه او بعيده عن الكتل العمرانيه. اللي يشتري في مكان مش واضح مين هيبني حواليه او الطريق ليه يعمل ازاي ممكن يفضل مستني سنين، لكن اللي بيشتري في مكان شايف قدامه تطور ملموس ده بيدخل في موجه ارتفاع حقيقيه. نصيحه اخيره، الفرصه الحقيقيه بتبان لما بتلاقي حاجه لسه ما خدتش حقها بس رايحه في السكه الصح. يعني مش لازم المشروع يكون خلص او اتبنى، بس لازم تكون فاهم انت داخل فين وبتشتري ليه. في الفيديو الجاي هعلمك ازاي تتابع مشروعك بعد ما اشتريت وتعرف تقيمه عشان تفضل ماسك خط الاستثمار بايدك، مش مستني مفاجآت.